واحد من اكتر الافلام اللي انا مستنيها السنه دي، وده بسبب الابطال، لان الفيلم ده من بطوله رايان جوزلينج وايميلي بلانت. والفيلم ده باختصار بيتكلم عن علاقه حب بين مصوره او مخرجه ودوبلير لاعمال الاكشن. وفيلم من الافلام اللي بيعملها بيحصل له مشاكل، فبيسيب شغله وحبه لحد ما بيجي له فيلم جديد لنفس المخرجه اللي هو كان بيحبها. بس بيحصل شويه مشاكل في الفيلم ده، وهي ان الممثل البطل بيختفي. فهل هيعرف يحل المشكله دي ولا لا؟ واعتقد ان فكره الفيلم ده مختلفه. ما اعتقدش ان انا شفت فيلم مصري او اجنبي بيتكلم عن الفكره دي عموما. وبالنسبه للاكشن في الفيلم كان حلو جدا، ما اقدرش اقول لك ان هو كان اعظم اكشن في التاريخ، بس لا، الاكشن اللي كان معمول حلو جدا. ومش رايان جوزلينج اللي بيعمل كل مشاهد الاكشن، لا، كان له هو نفسه دوبلير في الفيلم ده. فيلم ذا فول جاي فيلم حلو جدا، يستاهل انك تتفرج عليه. لو شفته قول لي رايك في الكومنتات، ولو انت لسه ما شفتوش مستني ايه؟ وسلام.